مثل هذه المبادرات ما يمكن إلا نتمنوها ونشجعوها على اعتبار أنها كتعطي الوليدات والبنيات ديال هذه المنطقة الفرصة باش يتكونوا في مجالات معينة كما ذكرنا في مجال التعليق الرياضي، في مجال المونتاج وأيضًا التصوير وأخلاقيات المهنة، وكنظن بأنه بالنسبة لهذه المرحلة اللي كتكون واحد التكوين سريع كيعطي أفكار عامة حول هذه مجموعة المواضيع، ولكن كنظن كما أشار الزميل مصطفى طلال أننا كنحاولوا مستقبلًا دائمًا في إطار هذا الدعم والتكوين ديال الوليدات ديال هذه المنطقة في مجال التكوين الصحفي، أننا نحاولوا يكونوا دورات اللي تكون أطول باش يتمكنوا من مجموعة من المعطيات ومن الحوايج اللي كتمكنهم أنهم سواء يكونوا كيديروا داك الشيء لهم شخصيًا باش يديروا واحد العمل اللي كيبغيو ربما يكون في مجال ديال اليوتيوب أولا الفيسبوك أو شيء من هذا القبيل، أولا في مجال المهنة. كاين الوليدات اللي كيبغيو يبداو يخدموا بهاد لي فيديو ولا هاد العمل الصحفي، كاين اللي باغيين يولجوا سوق الشغل، وبطبيعة الحال هذا كيتطلب دبلومات، ولكن في نفس الوقت كاين هاد التكوين اللي كيكون من الناس اللي عندهم تجربة وخبرة اللي كيساهموا في تكوينهم، ربما كنعطيهم شيء من التجربة ويكملوها بناس أخرين اللي عندهم معرفة ويديروها بمجالات أخرى سواء سياسية، اقتصادية واجتماعية، ولكن الأهم هو العمل الصحفي كيفاش تتعامل وكيفاش تكون واحد الإنسان صحفي اللي ما كتقلبش على البوز فقط، ولكن كتقلب على تعطي الخبر أو تعطي واحد الموضوع معين بالقواعد ديالو اللي كيبغيها المصور بحد ذاته أو الصحفي بحد ذاته، وخاصها تطبّق حتى على الناس أخرين. شكرًا.